يكفيك الله بحبك للقرآن وتدبرك للقرآن، يكفيك هم الزوجة والأولاد، يكفيك هم المجتمع الذي حولك، يكفيك أذى الناس، يكفيك الحسد، يكفيك السحر، يكفيك كل الهموم التي يكفيك شر المرض. حتى لو مرضت لا تفكر بالمرض. القرآن يجعلك تنسى همومك وأحزانك وتنسى آلامك ومرضك. أنا أقول لكم هذا الكلام بصدق أيها الأحبة عن تجربة يعني. طيب كيف نصل إلى مرحلة التدبر؟ أعطي أفضل وقتك للقرآن. لا تضع القرآن على الهامش، لا تستفيد شيء.